ايه اللي بيحصل لجسمك لما بتاكل كربوهيدرات؟ اول حاجه الجهاز الهضمي بيكسر الكربوهيدرات الى جلوكوز، وده هو البنزين اللي بيشغل جسمك. ولو محتاج طاقه دلوقتي الجلوكوز بيخش في الدم على طول. البنكرياس يفرز هرمون الانسولين اللي بيساعد الخلايا تاخد الجلوكوز وتحوله لطاقه. طب لو مش محتاج طاقه دلوقتي الجسم بيقول خليه احتياطي، فيخزن الجلوكوز على شكل جلايكوجين في العضلات والكبد علشان يستخدمها بعدين لما يحتاج طاقه. طب لو اكلت كربوهيدرات زياده عن احتياجك، هنا المشكله. لما مخازن الجلايكوجين تتملي الجسم بيحول الزياده لدهون ويخزنها، وهو ده اللي بيزود الوزن. وخلي بالك جسمك بيحب يستخدم الكربوهيدرات الجديده لانها اسهل واسرع انها تتحول لطاقه. يعني لو المخازن عندك مليانه وانت اكلت اكتر من حاجتك، الجديد هو اللي هيتحول طاقه والقديم هيفضل في المخازن زي ما هو. الخلاصه ان الكربوهيدرات مش وحش ولا هي السبب الوحيد في زياده الوزن. كل حاجه بتعتمد على الكميه والنوع والاحتياج الفعلي للجسم. افهم جسمك محتاج ايه عشان تعرف الكميات اللي انت محتاجها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. يلا سلام.